السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمة ابراهيم. النهاردة هنعمل سمك سنجاري بطريقة حلوة جدا، احلى كمان من اللي بيتقدم في المطاعم. يلا نشوف الطريقة وان شاء الله تجربوه يعجبكم. انا النهاردة هستعمل سمك قاروص. السنجاري بيبقى حلو فيه قوي القاروص والبوري، بس طبعا نقدر نستعمل اي نوع سمك احنا عاوزينه. المهم ان احنا نجيب السمك بتاعنا ونبدأ ننضفه كويس جدا. هنشيل اي دم موجود في سلسلة الظهر، لازم ننضفها كويس وننضف الراس بتاعته علشان نتأكد ان مفهوش زفارة خالص. بعد كده هنبدأ بقى نفتح السمكة بتاعتنا. هنجيب المقص ونفتح كده من عند البطن لغاية الديل بالشكل ده علشان نعملها كده على شكل طبق. بعد كده هنقلب بقى السمكية على الناحية التانية ونبدأ ندوس كده من السلسلة بتاعة الظهر عليها كويس. ممكن ان احنا نستعمل منديل علشان الشوك ده ما يعورناش في ايدينا، او فوطة مطبخ طبعا تتغسل بعدها كويس جدا. المهم ان احنا نحط حاجة علشان ما نتعورش من سلسلة الظهر عشان بيبقى فيها شوك، ونضغط كده على السمكة بتاعتنا كويس قوي علشان نكسر اي شوك موجود جوه، ونرجع نقلبها تاني. وهنبدأ بقى ان احنا ننضف الشوك بتاعها. انا بفضل اني انا اشيل الشوك بتاعت سلسلة الظهر كلها علشان يتاكل بعد كده بسهولة كده بالمعلقة. في ناس بتحب تخليها، هي اختياري، بس الصح ان احنا نشيلها. هنبدأ بس ان احنا كده نسلك منها اللحم كويس ونقص من الاخر كده بالمقص، ونبدأ ان احنا نشيلها برضو بالراحة واحنا بنسلك كده بصباعنا اللحمة علشان ما نطلعش السمك نفسه. نشيل بس كده العظم، وبرضو نقطع اخر حتة موجودة في الراس كده بالمقص. والشوك ده طبعا ممكن ان احنا نشيله ونبقى نعمل بيه شوربة سي فود، بتبقى حلوة جدا برضو، هعملها لكم قريب. وانا بقى بحب برضو ان انا اشيل اي شوك موجود في السمكة زي ما قلتلكوا علشان بعد كده تتاكل بسهولة. همشي كده بصباعي عليها لغاية ما اشوف اي حتة فيها شوك اقوم شايلاها. مهم كده ان احنا نبقى بنحسس عليها بالراحة قوي علشان نتأكد الحتة اللي فيها شوك نشيلها، ونحاول ان احنا نخليها على قد ما نقدر. دي برضو اختياري، بس صدقوني بتفرق جامد قوي في الطعم. برضو هنشيل الحتة اللي بتبقى من الجنب دي بتبقى كلها شوك، برضو يفضل ان احنا نشيلها. والحاجات دي زي ما قلتلكوا نشيلها كده نعمل بيها احلى شوربة سي فود. بس ننضف سمكتنا الاول كويس. وممكن برضو الراس ان احنا نبدأ ننضفها كده بالشكل ده علشان السمكة بتاعتنا يبقى شكلها حلو في الاخر. ممكن برضو في ناس بتحب تشيل الراس، بس انا بحب اخليها. بالنسبة لي بيبقى شكلها كويس، بس بحب برضو ان انا افتحها كده علشان السمكة بتاعتنا تبقى كلها فلات بالشكل ده. بعد كده هنجيب ورقة فويل ونحط عليها ورقة زبدة، ونحط عليهم السمكة بتاعتنا بعد ما نضفناها وخليناها من الشوك كويس. ونبدأ ان احنا نبرم كده ورق الزبدة بالفويل على مقاس السمكة بتاعتنا، يعني نعملها كده كأنها طبق علشان تتشال بسهولة بعد كده لما تستوي وتتقدم على طول. نبدأ كده نبرم الفويل بورقة الزبدة على حجم السمكة بتاعتنا بالظبط بالشكل ده. بعد كده هنبدأ بقى نتبلها. هنحط في البولة بتاعتنا راس توم كده مفرومة ناعم، ونحط عليها فلفل رومي او فلفل حامي، طبعا الفلفل الحامي بيبقى حلو قوي. وهنحط كمان حوالي معلقة كبيرة بقدونس مفرومة. وهنتبلهم بالملح والكمون وشوية كزبرة ناشفة وشوية بابريكا. البابريكا في السمك بتبقى حلوة قوي. وهنحط عصير ليمون زي ما احنا عايزين بقى حسب الرغبة، بس انا بحب اكتر فيه كده الليمون شوية بيديله طعم حلو قوي. هنقلب بقى الخلطة دي بتاعتنا كويس قوي ونروح نتبل بيها السمكة. برضو يفضل ان احنا نتبل السمك بعد ما نبقى حطيناه على ورق الفويل علشان الخلطة ما تقعش منه لما نيجي ننقله للصينية بعد كده. هنتبله كويس، وممكن بقى ان احنا نسيبه في التتبيلة دي حوالي ساعة يشرب من التتبيلة. وممكن نعمله على طول، هو مادام مفتوح بيشرب برضو من التتبيلة بسهولة علشان زي ما انتوا شايفين كده بيدخل على اللحمة على طول، فبيبقى شارب كويس قوي من الصوص ده. بعد كده هنبدأ دلوقتي بقى نجهز له الخلطة بتاعته. هنحط طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، وممكن نحط اي حاجة احنا عاوزينها. انا هحط معاها بصل برضو متقطع كده مكعبات صغيرة. وهنحط فلفل الوان، ممكن ان احنا نحط فلفل رومي بس، وممكن ما نحطش حاجة. انا حطيت فلفل احمر وفلفل اورنج وفلفل اصفر. وهحط حوالي 3 معالق كبار بقدونس مفرومة، برضو البقدونس في السمك بتبقى حلوة قوي. وبرضو هنحط عصير ليمونة صغيرة وشوية ملح صغيرين وشوية كمون علشان برضو ندي للحشوة طعم حلو قوي. عايزة اقول لكم الحشوة دي فعلا بتبقى رهيبة، ما بتحتاجش حتى ان احنا نعمل معاها سلطة، بتبقى طعمها حلو جدا. ونحط كده شوية زيت صغيرين قوي علشان تديها كده لمعة كويسة. ونقلب كل حاجة مع بعض ونبدأ نحشي بيها السمك. هنحط كده الخلطة
بتاعتنا على الوش، وبرضو نضغط عليها كده علشان تبقى ثابتة في السمكية بتاعتنا، وتشرب برضو من الليمون والكمون. كل ده مع بعض بيبقى رهيب. صدقوني السمك بالطريقة دي بيبقى فعلا حلو قوي، جربوه ومتأكدة انه هيعجبكم جدا. زي ما انتوا شايفين كده لازم نضغط كده بالراحة على الحشوة علشان تثبت كويس في السمك. وممكن ده اختياري بس طعمه بيبقى جبار، نحط معاه شوية مشروم بيبقى حلو جدا. انا مقطعاه شرايح، ده اختياري، ممكن نشيله خالص بس انا عن نفسي من عشاق المشروم. وممكن برضو ان احنا نحط شوية موتزاريلا صغيرين جدا على الوش برضو علشان تديله شكل حلو مش اكتر. ممكن ان احنا نشيلها عادي خالص، وندخله بعد كده الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما يستوي وياخد لون. مهم ان احنا ما نسويش السمك جامد علشان يبقى طري وجوسي. شايفين بعد ما طلع من الفرن بيبقى طعمه حلو جدا، وزي ما قلتلكوا لما بنخليه بيبقى في الاكل سهل اوي، ناخد كده على طول بالمعلقة او بالشوكة، بيبقى حلو جدا. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوله لايك وشير وكومنت، وهستنى اشتراككم في قناة اليوتيوب. شكرا.